الفيلم ديالنا كيبدا بشاب سميتو ماكس طالع استحضارهم وكيرسم في النهر في المذكره ديالو. عيطات عليه مو مولي باش ينزل يعاونها بالرحيل حيت يلاه تحولوا لدار جديده، وقالت ليه بلي غيبداو حياه جديده وينساو الماضي. ولكن ماكس ضحك معاها وقال ليها بلي هذه بدايه جديده رقم 9 حيت رحلوا 9 ديال المرات، ولكن ديما كاينه شي حاجه كتبعهم ما كيقدروش ينساوها. دخل ماكس لبيتو وبقى كيشوف تصويرات باه اللي مات معلقه في السقف حدا النجوم اللي دايرينهم ديكور. وملي كانت التلفازه شاده الام لاحظات بلي الضو كيتمشى فيها بشكل غريب، وماكس لاحظ بلي كاينه طاقه كتخرج من يدو وكتاثر على الاجهزه الالكترونيه. الغد ليه هو غادي للمدرسه بالبيكالا شاف بوابه شركه مهجوره سميتها انتيك فين كان خدام بواه، وجاتو مكالمه ولكن الضوء اللي خرج من يدو خسر التليفون وخلاه يطفى. وهو مكمل طريقه ما ردش البال وكان غيدخل في الطوموبيل، ولكن قدر يتفاداها وطاح. ونزلت البنت اللي كانت سايقه سميتها صوفيا وكتقرا معاه وقالت ليه يتلاقاو مورا المدرسه. مشى ماكس مع صوفيا لدارهم باش تصلح ليه البيكالا، وملي رجع لدارو لقى مايلز صاحب باه القديم معروض العشاء، وهو اللي كان قنع مو باش يجيو يسكنوا في هاد المدينه، وقال باللي حاول يعتقب باه نهار مات. وفي نفس الوقت في شركة أنتيك وقعت حاجة غريبة في المسبح، بان ضو مجهد ونزلوا جوج علماء لقاو جزيئات كريستالية كتشبه الثلج. غيعيطوا للأمن حيت حساب ليهم غير شي اختراق في الشركة. شوية غادي يبان جسم طائر هرب من السيكوريتي وخرج من الشركة. في الليل ماكس بقى كيقلب في الانترنت على سباب موت بواه، والكاب اللي كيقولوا مات في اعصار تعصب حيت ما قنعوش التفسير، والبيسي بدا كيتخربق ولاحظ عاوتاني الضو خارج من يدو ولكن هاد المرة قدر يتحكم فيه. مشى للغابة باش يجرب قوته فرقع بولا وكان منبهر بالقوة ديالو والقدرات اللي عنده. في المدرسة الغد ليه صوفيا دقات ليه السرجم باش تهضر معاه، ما كانش كيسمعها بسبب الزاج ولكن فهم باللي بغات تخرج معاه في نوعيت. وملي دار عند الثلاجة قوته الكهربائية خلات الماكينة د المناضة تخسر وتلوح القراعي للدراري فابور. ملي رجع للدار سول مو على باه، قالت ليه باللي القصة ناقضة وغريبة وما غيستوعبهاش. من بعد وجسم الطائر كيراقبو من بعيد مشى ماكس يتلاقى صوفيا في الريستو وتما تعرفوا على بعضياتهم كتر ولاو صحاب. ولكن ملي عطاتو تليفونها باش يقيد نمرتو التليفون وقف وما بقاش بغا يخدم. ماكس غير يحس بحريق الراس بسبب الطاقة وهرب للطواليت، ومن بعد خرج كيجري للغابة وتما طرطقاش منه طاقة كهربائية من جهة السما. فاق لغد ليه لقى حروق في الفراش وفي صدرو، وشوية غيبان داك الجسم الطائر وقال ليه سميتي ستيل، وشرح ليه القوة اللي عنده وباللي هو كاين باش يحميه من أي حاجة بغات تقتلو. خبا ماكس ستيل في السلة د الحوايج باللي سمع مو جاية، وقال لي ستيل بلي يقدر يعاونو حيت كينص الطاقة الكهربائية الزايدة اللي فيه. مشاو بجوج للغابة كيتناقشوا وهما يشوفوا طوموبيلات كحلين وناس مسلحين كيقلبوا على ستيل باش يحلوه قدروا يهربوا منه. وماكس بدا ستيل من المدرسة مخبي في الشكارة، وفي القسم دار صداع خلى الدراري يستغربوا. في الاخير مشاو لبنايه مهجوره وتما ستيل بدا كيدرب ماكس وكيعلمو كيفاش يستعمل القوه والقدرات ديالو. ستيل بدا كيشرح لماكس باللي يقدر يستعمل القوه ديالو في القتال، ولكن ماكس كان فرحان بزاف بديك القوه الجديده وما كانش كيتصنت الهضره ديال ستيل. ومن بعد تعلم ماكس كيفاش يتحكم في قوته ويدير داكشي اللي بغا، وعرف كيفاش ينقص المسافات عاليه بزاف. وهنا قال ستيل ماكس باللي غادي يوريه احسن حاجه ممكن طرب. غادي يتحد ماكس مع ستيل وغيلقى راسو لابس واحد البدله مدرعه اللي هي نيت ستيل. وملي وقع هذا الشيء ماكس غادي يشوف ذكريات ديال بواه لواحد المده قصيره، وقرر يمشي يتلاقى مايلز ويعاود ليه على هذا الشيء اللي كيطرا معاه. وفي طريقه وهو راكب البيكارا ما كانش راد البال وكانت صوفيا غضربو الطوموبيل المره الثانيه. وملي كانوا كيهضروا بجوج لاحظ ماكس الطوموبيل كحله وهرب وبعد عليهم بالزربه، وصوفيا بقات غير كتشوف وما فاهمه والو. وصل ماكس لواحد الممر ضيق وقال ليه ستيل ضروري يتفارقوا ويبعدوا على بعضياتهم، وماكس كان كيحسب ليه بلي ستيل كائن فضائي. وملي خرج ماكس من داك الممر وقفات عليه صوفيا بالطوموبيل وركب معاها بلا ما يشرح ليها والو، وطلب منها تديه لمبنى شركة انتيك. وفي الطريق بقاو كيهضروا وعاود ليها ماكس على المعاناة ديالو وهو صغير بسبب موت بواه. وصلوا الشركة ورحب بهم مايلز واضطر ماكس يسولو على شنو وقع لبواه، ولكن مايلز ما بغاش يعاود ليه. شويه حس ماكس بحريق الراس بسبب الطاقه الكهربائيه اللي كتجيه في جسمه، وخرج بالزربه من المبنى وخلى صوفيا بوحدها تما ما فاهمه والو. وبدا الظلام كيطيح والريح كتحرك بالجهد بحال الا شي اعصار غيبدا. وتخبأ ماكس تحت القنطرة ديال السكة وشاف واحد المرا كتهوج في وسط طوموبيلتها اللي ما بغاش ديماري، وعاونها وخرج الضو من يده وشارجا ديال الباتري وخلاها تخدم. ومن بعد مشى تخبى في واحد الكراج، ولكن داك الاعصار طير الكراج في السماء وبقى ماكس في العرا.
وصدق داك الإعصار هو كائن فضائي كيعرف يتحكم في العناصر الطبيعية بحال الريح والماء، وهو اللي قتل باه. هجم الفضائي على ماكس، ولكن لحسن الحظ ستيل جا عنده بالزربة واتحد معاه ووراه كيفاش يحارب الفضائي وقدروا يقتلوه. وملي طاح داك الفضائي من السما قرب منه ماكس ولقاه كيشبه ستيل تماما، واتهم ستيل باللي حتى هو فضائي شرير. ستيل دافع على راسو وقال ليه باللي كان كيحارب الفضائيين مع باه، ولكن ماكس ما تاقش فيه وبعدوا عليه ومشى لدار صوفيا وطلب منها طوموبيل والتليفون وليقات ديال ميكا باش يعزل يدو على الضوء. وتحرك بالطوموبيل وهو كيهضر مع مايلز بالتليفون وقال ليه باللي خايف من دوك الناس المسلحين ومخلوع على مول اللي ما لقاهاش. مايلز كذب عليه وقال ليه باللي دوك الناس داو مول المختبر القديم. ماكس غيمشي للمختبر وغيلقى ستيل طافي وشاف ذكريات باه نهار مات، وعرف باللي مايلز هو اللي غدر باه وسرق ليه طاقته، وعرف باللي مايلز باغي يدير ليه نفس الحاجه. وفعلا تلاقى مايلز اللي كان لابس درع ومتحد مع كائن فضائي وضربوا بجوج. ماكس ما قدرش يغلبه في الاول. مايلز قال ليه باللي محتاج وحي باش يمص منه الطاقه، وهنا دخل ماكس في الجهاز وعاود تحد مع ستيل والبدله ديالو تبدلات وولات قويه اكثر. تضارب مع مايلز وعاونوه دوك الناس المسلحين اللي سبقوا خدامين مع مولي باش يحميو ماكس. في الاخير مات جمع كاع طاقته طلقها في بدله مايلز وخلاها ينفجر وربح في المعركة. وملي فاقوا هو وستيل عيانين لقاتهم مولي وفرحات حيت بقاو حيين، وشرحات لولدها باللي باه كان فضائي على شكل بنادم وباللي كانوا كيرحلوا ديما باش يهربوا من الاعداء. ومن بعد اكتشف ماكس باللي دوك النجوم اللي في سقف بيتو هي خريطه كتوري الكوكب ديال باه. وفي الاخر مشى عند صوفيا اعتذر ليها وعطاها رسمه وتواعدوا يخرجوا في موعد، ومن بعد تحد مع ستيل وطاروا فوق النهر بسرعه البرق. هنا غيكون سالا الملخص ديالنا. الا عجبكم وبغيتوني نزيد نلخص بحال هاد الافلام قولوها ليا في التعليقات، وما تنسوش تفرجوا في الملخصات اللي فاتوا غيعجبوكم حتى هما، وديروا اشتراك في القناه باش يوصلوكم الملخصات الجايين.